السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحة؟ مزيانين؟ ايوا توحشتكم، شحال هادي ما درتلكم شي فيديو كنهضر فيه. الله يطول عمركم والله يخلي لكم الصحة يا ربي. كي دايرين؟ مع الصحة؟ مزيانين؟ ايوا كما كنقول دائما، لا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم آمين يا رب العالمين. خواتاتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ يعني كي دايرين مع الصحة؟ كي دايرين مع الدنيا؟ اي والله يسهل عليكم، والله يفاجئ عليكم يا ربي دنيا واخره، وكل واحد كيتمنى شي حاجه الله يعطيها له. ايوا اليوم جيتكم صوبت واحد الحلوه كيقولوا لها الحلوه التركيه. المهم كنديرها مره فاش كترشق ليا كنوض نديرها وكتجي زوينه تبارك الله ما شاء الله. وقلت علاش لا هاد المره ما نشاركهاش معكم ونوريكم الطريقه اللي كندير، لان هذه هي الطريقه اللي كنشوف الناس كاملين كيديروها وكتعجبني بزاف. هاد الحلوه كتجي زوينه وديال الدار ونقيه ومصوبه على اليد، وكتعطيك واحد الحلوه اللي هي كبيره تبارك الله، كتاكل العائله كامله وكيشيط الخير. ايوا نتمنى اخوتي العزاز تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ديالو، نتمنى يعجبكم وما تنساوناش في لي كومونتيرات الزوينين وفي البارطاج وفي اللايكات. الله يسهل عليكم والله يعطيكم صحيحتكم، والله يجعل دائما يمكم هنا وراحة البال وصحة وسلامة يا رب العالمين. وعلى بركة الله غنبداو الطريقة. بسم الله على بركة الله. خوتي العزاز، عندي 4 البيضات، هما الاساس. عندي كاس ديال الحليب، وهاد الكيسان باش كنعبر هما كيسان العاديين ديال العنبه. عندي كاس السكر، واللي كيبغي الحلاوه يزيد كتر. عندي كاس ديال الزيت، وعندي واحد 2 ديال لافاني بيضين 8 غرام، وعندي 2 خمارات حتى هما هكاك 8 غرام، وعندي واحد 4 المعلقات ديال الشكلاط غبره راه معروف. ايوا وان شاء الله غادي هذا الشيء غادي نحاول نخدمه في مولينيكس، يعني نطحن كلشي ان شاء الله. نتوما كيما كتشوفوا راني رست دوك البيضات. سمحوا لي حيت راني كنصور غير بيدي بواحد التليفون شاده بواحد اليد وكنرمي بواحد اليد، داكشي باش التصوير شويه كيتحرك. المهم درت دوك 4 البيضات، زدت داك نص كاس ديال سنيده، ودابا على بركه الله غادي نزيد داك الكاس ديال الزيت كما كتشوفوا اخوتي العزاز. من بعد غادي نحاول نزيد داك الكاس ديال الحليب، من بعد اخوتي العزاز غادي نزيد هذوك لافاني. دابا درت دوك الشكلاط بعدا هو الاول، 4 المعالق كبار ديال الشكلاط غبره، اي نوع عندكم، المهم يكون نوع مزيان. ودابا راني زدت دوك الباكيات ديال لافاني بجوج. الخميره غادي نخليها حتى الاخر، ما كنديرهاش انا من الاول. ايوا صافي ان شاء الله غادي نحاول هادشي نخدمه مزيان. دابا جبت داك المول ديالي اللي غادي يدخل الفران ودهنته غير بالزبده، ما درتش الزيت، دهنته بالزبده. وغادي نكبلو واحد 2 معلقات ديال الشكلاط غبره، كل واحد على حسب المول اللي عنده. انا هاد المول هذا راه درت فيه 2 معلقات كبار، وغادي نحاول نحركهم مزيان عليه كامل يتلبس من الجناب ومن كل شيء، باش هذيك الكيكه كتجي من التحت ديالها كلها بالشكلاط بنينه وكتجي زوينه وراه ما كتلصقش تبارك الله، كتجي غزاله. ايوا المهم اخوتي العزاز، دابا غادي نرجع نخوي داك الخليط واحد المول اللي عنده ديك العجانه يدير فيها ويرمي فيها كل شيء. انا دابا غادي ندير في هذا المول ديالي،
ومن بعد غادي نحاول نزيد الطحين، ولكن الطحين في الحقيقه ما عبرتوش، انا غير كندير بعينيا وصافي. كنبقى ديرو بشويه بشويه وتشوفوا القياس. راكم عارفين القياس ديال الكيكه، يعني ما كتكونش جاريه وما كتكونش قاصحه. هنايا راني غادي نكب الطحين غير هكاك، راه مغربل خلاص. عندي هذاك الطحين رطب وصافي. غادي نحاول نخلطو مزيان، تيتخلط ليا مزيان. وعاد من بعد غادي ندير الخميره، لان الصراحه الخميره كان عليا نكبها مع الطحين ولكن نسيتها، والحمد لله اللي ما نسيتهاش في مره. بعض المره راه كنكون كنخدم وكنسى الخميره، حتى كندخل الحلوه للفران عاد تنتفكر الخميره. المهم دابا تفكرتها، راني جبتها كنديرها، حتى ساليت داك الدوران ديال الطحين. هي من الاحسن ترمى مع الطحين كتجي مزيانه. المهم ماشي مشكل. ايوا دابا غادي نخلط هذيك الخميره مزيان. دابا صافي راني ساليت تبارك الله. ودابا غادي على بركه الله غادي نخوي داك الخليط ديالي في هذاك المول اللي هو فيه الزبده وديك الشوكولا غبره كامل، هذيك العجينه اللي عندي كما كتشوفوا تبارك الله. راه زعما هي داك المول عندي انا شويه كبير، ولكن تبارك الله راه غادي يجي هذاك مع داك الخليط، غادي يجي هذاك. هي ما كتكونش طالعه بزاف وما كتكونش نازله. المهم دابا تشوفوا السمك ديالها كتجي تبارك الله زوينه وكتجي كبيره وكتطلع بنينه، والصراحه واقتصاديه ما فيهاش شي حاجه كثيره ولا. المهم هنا راني كنخبطها شويه باش يمشيو لهذوك الفقاعات، ومن بعد غادي ندخلها الفران طيب. وانا كما كتشوفوا راني درت واحد الخليط اللي غادي نسقيه بها، غير راني ما صورتوش، ما عارف كيفاش تنسيت ولا ما تصورليش ولا ما نعرف. المهم ملي كنجيب داك الكاس ديال مولينكس كنرمي فيه واحد الكاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت وكاس ديال الشكلاط، وكنحاول ندير الشكلاط المزيان وشويه د السكر، غير شويه ماشي بزاف، ولكن اللي كيبغي الحلاوه يدير السكر كتير. وكنضربو مزيان. ملي كنخرج هذيك الكيكه من الفران كتكون باقا سخونه، تنتكها بواحد العويد، كنتكها كامله وتنحاول نسقيها بداك الشوكولا كامل حتى كتسقى مزيان، وكندردر عليها الشكلاط حبيبات، فهمتوا؟ صافي من بعد كنزوقها بالطريقه اللي بغيت، كل واحد يزوق باش بغى. انا راه حاول درت لها واحد الوريضه ودرت واحد البولات. بولات ديال الضوء. باش يضويوها. الله يضويها علينا وعليكم يا ربي، والله يعطيكم صحيحتكم، والله يفاجئ عليكم يا ربي وعلينا وعلى جميع المسلمين. ايوا من بعد تنخليوها حتى كتبرد وكنحطوها مع الاهل والاحباب، وكنجيبو معاها واحد العصير ولا مناضه، ولا هي من الاحسن تاخذ مع العصير كتجي زوينه. اي نوع العصير كتجي زوينه. وراه تبارك الله الشيء كما كتشوفوا راه جات كبيره ما شاء الله وجات عاليه، يعني ملي كتقطعوها راه تعطيكم نيت طرفه كبار وتقدروا تاكلوها على يومين كاع واخا تكون العائله كثيره. ايوا المهم كنتمنى تكون عجباتكم، وكنتمنى لكم الخير والصحه والسلامه وراحه البال.